السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. كما كتشوفوا الوصفة ديال اليوم عبارة على طارت ديال الشوكولا ولا تحلية. المهم كتجي رائعة وكتجي زوينة بزاف. كتكون من جوج ديال الطبقات. دوزو معايا المقادير والطريقة ديال التحضير وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا معايا في المقادير غادي نحتاج القبيصة ديال الملحة، 3 ديال البيضات، واحد تقريبا 150 غرام ديال الشكلاط الكحل. عندي ساشي ديال الخميرة ما غنديروش كامل، وساشي ديال لاغوم ديال الفاني. عندي واحد تقريبا 2 معالق كبار ديال الدقيق. هذاك الشيء الاخر بالنسبه للاكريم غادي نحتاج اللي هي الطبقه الثانيه. غادي نحتاج لجوج ديال الفلون شوكولا، ساشي ديال الكاكاو، ومايزينا، يطرو ديال الحليب، والزبده غادي نحتاجها في لاكريم وفي وحتى الطبقه الاولى، يعني في الجينواز ولا القاعده اللي غادي نديرو من التحت. صافي هنايا غادي نكب المقادير كاملين اللي هو البيض والملحه والفاني. من بعد غادي ناخذ هذاك الشكلاط، هانتوما غادي تشوفوا معايا. من بعد غادي ناخذ هذاك الشكلاط اللي غادي نذوبو مع 100 غرام ديال الزبده. صافي انا درتو في زلافه كبيره وزدت عليه 100 غرام ديال الزبده، وغادي نردوهم غادي نرد هذاك الشكلاط والزبده يذوبوا. كما غادي تشوفوا انا راه ما استعملتش سنيده، تقدروا ديروا سكر سنيده، تقدروا تستعملوا، المهم على حسب الذوق ديال كل واحد. انا هنايا اكتفيت غير بالشوكولاط غير بالحلاوه ديال الشكلاط. ما استعملتش سنيده نهائيا، لا في الجينواز لا في لاكريم، يعني ما استعملتش سنيده في هذه الوصفه كاع. يعني اكتفيت بالحلاوه ديال الشكلاط اللي عندي. وبالنسبه اللي عنده، انا هنايا عندي غير داك الشكلاط المربع العادي. تقدروا ديروا الشكلاط النوعيه الجيده، هذاك تيكون شي شويه مر، تقدروا تحتاجوا السكر. انا هنايا عندي داك الشكلاط حلو بزاف، ما استعملتش السكر. وإلا كان عندكم الشكلاط النوعيه الجيده بلا ما ديروا اللي كيكون النص ديالو اكثر من 50% ديال الكاكاو، بلا ما ديروا ساشي ديال الكاكاو اللي زدت انا دابا. انا بغيت هذيك المروره ديال الشكلاط، ما لقيتش الشكلاط انا تيتباع اللي فيه اكثر من 50% ديال الكاكاو. داكشي باش استعملت الساشي ديال الكاكاو. الا كان نتوما عندكم الشكلاط الاخر فبلا ما ديروا الساشي ديال الكاكاو. صافي من بعد ما داب ليا الشكلاط والزبده نطفتهم على الجينواز. هاد الجينواز راه كتجي زوينه بزاف، كتجي معلكه، ما كتحتاجش كاع تسقى. يعني هذيك قاعده. اللي ما تيعجبوش هكا يدير البسكوي من التحت ولا، فهاد الجينواز كتجي زوينه بزاف، كتجي معلكه، وما كتجيش بحال كيكه هكا، كتجي بحال براونيز. صافي هنايا استعملت 2 معالق ديال الدقيق، يكون الكاليتي ديالو مزيانه. نص ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، يعني واحد 5 غرام، هذيك فيها 10 غرام. درت 5 غرام ديال الخميره. في هاد الاثناء راني دايره الفران يسخن على درجه حراره 180 درجه من الفوق ومن التحت. باش هكا من يسالي يلقى الفران سخن. انايا خديت المول اللي غادي ندخلوه الفران. القطر ديال هاد المول هذا 26 سنتيمتر. تقدروا ديروه صغير، يعني مول صغر من هكا. يعني الا درتو مول صغر من هكا غادي تجيكم الجين ولا القاعده شي شويه غادي تكون عاليه.
صافي هنا كنخرج من هذاك الهواء اللي كيكون لداخل، وغادي ندخلها الفران كما قلت لكم من الفوق ومن التحت. ما كتحتاجش ليا وقت بزاف، واحد 15 دقيقه كطيب من الفوق ومن التحت صافي، وكنخرجها من الفران. هنايا ندوزو للكريمه. كما كتشوفوا خديت اطرو ديال الحليب يكون كامل دسم، زدت عليه 2 ديال لي ساشي ديال الفلون ديال الشوكولات، هنايا زدت ساشي ديال الكاكاو، قبيصه ديال الملحه، و3 ديال المعالق كبار ديال مايزينا يكونوا عامرين مزيان. صافي هنايا غادي نخلط. حتى هنايا ما استعملتش سكر سنيده، حيت غادي ندير عاوتاني الشكلاط غادي يكون حلو. صافي المهم الحلاوه انا جاتني هي هذيك. بالنسبه اللي بغى يزيد السكر غادي يزيدو. هنايا من بعد ما طيبت هذيك لا كريم، ما حطها باقا سخونه، طفيت عليها، زدت عليها واحد تقريبا 100 غرام ديال شكلاط الكحل، معلقه كبيره ديال الزبده. صافي وغادي نخلط كلشي مزيان، ونخلط حتى من الجناب هكا، نحاول نخلط مزيان حيت راه كيبقى الشكلاط ولا الزبده كيبقاو هكا في القناه مجموعين ما كيتحركوش. صافي هنايا من بعد ما غادي نحركو مزيان غادي ناخذ الجينوازيه من بعد ما خرجت من الفران. كتجي زوينه بزاف، كتجي كقاعده احسن من البسكوي احسن من البسكوي بزاف. صافي هنايا كنحاول نبرك عليها شويه باش تقاد ليا مع الجهه الاخرى، باش تجي كامله يعني تقاده وحده، ما تجيش جهه عاليه من جهه. هنايا تقبتها، خديت هاد الموس هذا بقيت كنتقبها من الفوق باش ديك لاكريم تشد مزيان، يعني ما تزلقش من بعد ما تبرد. انايا خديت لاكريم خويتها على الجينواز، كتجي زوينه بزاف هاد لاكريم لذيذه. صافي وغادي ندخلها للثلاجه تبرد لمده ديال ساعتين. ممكن ديروها يعني تخليوها ليله كامله في الثلاجه باش يلاه كتشد راسها مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي زوينه. عرفتو انا راني كنقطع، وديك يعني ديك القاعده اللي من التحت معلكه بالسيف باش كيدخل فيها الموس، تجي معلكه وزوينه بزاف بحال البراونيز. كتجي بحال الشكل ديال ديك التعليكه ديال البراونيز. وتزيين كيبقى اختياري، كل واحد غادي يزين بهداك الشيء اللي متوفر عنده في الدار. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى وصفه مقبله ان شاء الله، وبصحه والراحه.